السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مره اخرى لفيديو جديد. وصفتنا اليوم غادي تكون هي طريقه تحضير السمن البلدي بلا زبده بلديه، بالخصوص بالنسبه للاخوات اللي تيكونوا خارج المغرب فقليل فاش كتوفر لهم. غادي نستعملوا الزبده اللي كنشريو من المحلات. هاد الطريقه هذه جربتها شحال من مره وكتعطي واحد السمن اللي تيكون ناجح صراحه، بحال اللي وجدناه بالزبده البلديه. كاين بزاف ديال الوصفات اليوم غادي نتقاسم معكم اللي نجحت ليا اكثر وهي ديال اليوم. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا اول حاجه نجيب واحد الكاسرونه بحال هكا، وغندير فيها واحد الكميه ديال الزعتر، وغادي نخليها كتغلي اولا كطبخ مزيان مزيان حتى كيطلق داك الزعتر، لانه خصو يكون بارد ماشي سخون. داكشي علاش غادي نبدا به هو الاول نوجدو وغادي نحطو على جنب. الكميه على حساب نتوما شحال غادي ديروا ديال الزبده. صافي من بعد ما كيغلى مزيان داك الزعتر غادي نزيد عليه 2 معالق ديال الملحه. انا استعملت الملحه العاديه، تقدروا ديروا ديك الملحه ديال البحر ولا الملحه الحيه، ولكن غا بالملحه العاديه اللي كنديروا في الطياب ديالنا ديال ديمن كتجي الوصفه ناجحه. كيف شفتوا هنا زدت عليه، غادي نخلطه وغادي نخلي كلشي تيبرد. بالنسبه للزبده اللي استعملت، خديت هنايا 500 غرام، كل مربع فيه رابعه، يعني كتعطيني نص كيلو. خاصكم تستعملوا الزبده هذه ديال الكاغيط، حنا تنقولوا ليها الزبده ديال الماكله، ماشي هذيك ديال البواطه ديال البلاستيك. بالنسبه لي انا اليوم استعملت هذه، راها ما مالحاش، ولكن تقدروا ديروا اللي كتكون مالحه فيها الملحه او اللي كتكون نص نص. هذه كان من بعد غادي نشرح لكم على كل وحده، غير بغيت نوريكم بلي خصكم ديروا الزبده ديال الكاغيط، كتكون بنينه. خصكم تجبدوها بعدا واحد النهار قبل باش كتكون بحال هكا على شكل بوماد، حيت خصها تجي بحال مطلوقه بزاف باش كتعاوننا في الخدمه. صافي هنايا انا غادي نخدم في هذا البول هذا، تقدروا ديروا القصريه ولا اي حاجه، ولكن انا كنفضل هذا لانه تيكون مجموع. دابا بالنسبه لهاد الزبده هذه راها كتكون مغسوله من الحليب، ما فيهاش يعني. انا منين كنستعملها هكا ليا بلا ما نصور الفيديو فما كنغسلهاش نيشان كنبدا كنخدمها. بالنسبه للاخوات باش تاخذوا الاحتياط ديالكم ربنا حيت لا بقى الحليب غادي يخسر لكم من بعد السمن، كديروا بحال هكا الماء وكتبقاو كتمعكوا بها الطريقه هذه ساهله، ما فيهاش شي حاجه اللي معقده. الا كان الحليب في الزبده داك الماء تيولي بيض. هنايا كيف تتشوفوا راه غير مره واحده وما ولا لا بيض لا والو، بقى داك الماء صافي بزاف، لان هاد الزبده هذه كتكون مغسوله ومعاوده وراكم عارفين، فما تيكون فيها لا حليب لا والو. هنايا راه كنت كنوريكم الماء كيفاش صافي. وإلا كانت الزبده البلديه خصكم تبقاو تغسلوها بالماء حتى كيولي صافي بهذا الشكل هذا. يعني كديروا الماء كتمعكوا الزبده مزيان، كتعاودوا تحيدوا داك الماء وكديروا واحد اخر حتى كيولي عندكم الماء صافي بهذا الشكل هذا. داكشي علاش انا اليوم قلت غادي ندير معكم جميع الخطوات، واخا يجي الفيديو طويل شويه ماشي مشكل. صافي بهذه الطريقه هذه دابا غادي نجمعها على في الجنب وغادي نصفيها من الماء. هذه هي المرحله الاولى. الا بانت لكم الماء ولا ابيض كتعاودوا شحال من مره. بقى الماء صافي بحال اللي شفتوا عندي انا، فصافي مره واحده خويت داك الماء وزدت واحد شويه ديال الملحه. غادي نقول لكم معلقه كبيره ما عمرتهاش. علاش درت الملحه؟ لان الزبده اللي استعملت انا ماشي مالحه. الا خديتوا الزبده اللي فيها الملحه واخا نص نص ولا كامله فيها الملحه فما تزيدوش كاع هاد شويه هذا، لان الزعتر راه حتى هو فيه. كنبقى كنمعكها حتى ما كنبقاوش كنحسوا بدوك الحبيبات ديال الملح كيكونوا وسطها، خصهم يذوبوا. هنايا غادي نخليها واحد شويه وغادي نعاود نرجع تاني نبقى ندلك فيها بحال هكا باش دوك الحبيبات ديال الملحه يذوبوا، ما خصهمش يبقاو وسط من الزبده. هذا هو الغرض من انني بقيت كندلكها وخليتها ارتاحت شويه وعاودت بديت تاني مره اخرى تندلك في هاد الزبده. وما حدكم نتوما كدلكوا بيديكم وانتوما كتحسوا بديك الملحه راها ما بقاتش، يعني منين تكونوا كتخدموا غادي تفهموا هاد الهضره هادي. صافي هنايا من بعد ما كتولي ديك الزبده هكايا رطبه بزاف وما فيها لا ملحه لا والو، دابا غادي نجيب الزعتر من بعد ما برد مزيان وصفيته وهو راه فيه الملحه كيف تنعرف، وغادي نخوي على ديك الزبده. راه منين كنزيدوا الماء ولا الزعتر راه كيتفرق، كيبقى الماء بوحدو وديك الزبده كتجمع بوحدها في الاول، لانها دابا مطلوقه بزاف مع خدمتها مزيان مزيان،
فغادي تبقى بحال هكا كتبان لكم بحال اللي طالعه شويه الفوق. هو الزعتر خصو يغطيها، ولكن من بعد هانتوما هنايا راني وريتكم باللي حتى الماء ديال الزعتر حتى هو بقى صافي، ما تبدلش لي اللون ديالو، يعني الزبده نقيه 100%. غادي نخليها هكا. انا خليتها نهار، خدمتها مع 12 ديال النهار وخليتها حتى ل 12 ديال الغد ليه. بطبيعه الحال غطيتها بهذا البلاستيك هذا. قد ما خليتوها في هذا الماء هذا بالملح والزعتر قد ما كيجيكم داك السمن ديالكم زوين زوين بزاف. بغيتو تخليوها حتى يومين ماشي مشكل. ها نتوما هنايا الغد ليه مع الصباح شوفوا كي لقيتها هبطات ديك الزبده لتحت وتجمعات، وداك الزعتر كيغطيها من الفوق ديالها بحال هكا خصها تبقى. انا كيف قلت لكم خليتها نهار بحال 24 ساعه من 12 حتى ل 12. نتوما تقدروا تخليوها اكثر حتى يومين راه ما تتخسر ما والو. الا كان عندكم الجو سخون سخون بزاف تقدروا ديروها في الثلاجه ماشي مشكل. هنايا من بعد ما صافي كيف قلت لكم داز داك النهار غادي نبدا نجمع مره اخرى. كتحسوا بها بحال اللي شويه كتفرتت، ولكن غير كديروا يديكم وكتبداو تتخدموا فيها صافي كتجمع الزبده. ها نتوما على هذا الشكل هذا. هنايا غادي نخدمها شويه وسط من داك الماء بالزعتر، حيت مع كتبقى الزبده مجموعه بزاف كتجمع كترجع كتقصح شويه وكتكور. فانا دوك الكويرات غادي ماشي قاصحين، غير هكا كتجمع وصافي. كندلكهم مزيان مزيان حتى كيتفكوا، وغادي نديرها في هاد الصفايه هادي. وراه اكيد منين غتكونوا وجدتوا السمن شحال من مره ما غتبقاوش تحتاجوا كاع ديروا هاد الصفايه، غتبقاو ديروا غير كرات صغيورين صافي وكديروه نيشان في القرعه ديالو. دابا غادي نخليه على جنب وغادي نهضروا واحد شويه على حاجه اخرى اللي مهمه. عندي هاد القلوشه هادي كان بقى فيها واحد شويه ديال السمن، هذا وجدته بنفس هاد الطريقه اللي تقاسمت معكم اليوم. ها انتم كيفاش تقريبا دابا شي 6 شهور هكا بقى عندي غير واحد شويه. هذا كنت في الاول درته في القرعه ديال الدجاج حتى يعني هكا تقاد ولا سمن على خاطرو، عاد كنقلبوا في هاد القلوشه هادي. هادو زويونين تيعطينا المنظر هكا وداك الشكل تقليدي. ولكن النصيحه اللي نعطيكم البنات اللي بالخصوص لاول مره غادي نتوجدوا السمن ما ديروش بحال هادو. بالنسبه للفخار كيقدر يكون كيتنفس من شي بلاصه، بحال دابا هادي عندي انا متاكده منها انها ما كتنفسش حيت قلت لكم جربتها شحال من مره ما كتنفسش. ولكن انا النصيحه اللي نعطيكم الا كنتو غتوجدوا السمن في الاول باش يوجد ما ديروش بحال هاد القلوشات. يقدر يكون هكا كيتنفس هاد الفخار غير من شي بلاصه، غادي تخسر لكم السمن ديالكم وغتضيعوا فيه، تضيعوا في الوقت وتضيعوا حتى في ديك الزبده اللي ضيعتو. فمن الاحسن النصيحه اللي نعطيكم وجدتوا السمن ديروه في قرعه ديال الزاج اللي كيكون هكا كتسد مزيان، ماشي دوك القراعي العاديين اللي تكون عندهم الغطايه ديال البلاستيك ولا هذه كتكون منين كتفيكسا صافي ما تيبقاش يدخل ليها البرد. وهذا هو من الاساسيات ديال ان السمن ينجح لكم. يعني ضروري خصكم شي قرعه اللي كتكون تسد مزيان. المهم هذه غير نصيحه من على الجنب كي تنقولوا. تقدروا تاخذوا الا كان عندكم شي سمن قديم خذوا معلقه منه زيدوها على هذا حتى هي كتعطينا واحد النتيجه زوينه. ولكن صافي انا معليش غير ديك المغرفه الصغيره حيدت منها هذاك وصافي. دابا غادي نبدا نهز بشويه ونخوي في القريعه ديال الزاج اللي مره اخرى ناكد عليكم انها خصها تكون تسد مزيان مزيان، راها من الاساسيات باش ينجح لكم السمن. يعني ما يمكنش ديروا شي قرعه كتنفس ولا راه ما غاديش يصدق، يعني كيخسر ديك الزبده كتخسر لينا تقدر تغمال ما مهم ما كيصدقش لكم السمن. هنايا كنعمرها مزيان. وبالنسبه لهاد البلايص هادو ما خصناش نخليهم حيت هما تيكون مجموع فيهم الهواء. كناخذوا شي معلقه ولا انا درت هاد المغرفه وكنبقاو كنديروا بحال هكا صافي وكنحيدوا داك الهواء اللي تيكون لداخل. ضروري نديروا هاد العمليه هادي باش ما تيبقاوش دوك الفراغات بزاف. وصافي كنكمل بحال هكا كيف قلت لكم تنحيد دوك الفراغات صافي. هنايا غادي ننظف دوك الجنيبات ديال القرعه اللي كيكونوا الفوق، ما نخليهمش بحال هكا عامرين بالزبده، ضروري كنظفوهم باش المهم تيجينا الخدمه متقونه كي تنقولوا. صافي هنايا راه كان بانت ليا راه مازال ورجعت تاني كملت. دابا غادي نجيب هاد لي كومبريس هادو ديال الثوب، شي حاجه اللي خصها تكون نقيه ومعقمه راكم عارفين يعني بلا ما غنقول لكم. كنجيبهم بحال هكا. هنايا خديت جوج لان هادو بحال الشبكه ديالهم اولا دوك العوينات اللي فيهم غلاظ بزاف ماشي دوك الرقاق، داكشي علاش غادي نضوبل جوج وكل وحده كنتنيها على جوج.
وكندير ليها بحال هكا في داك الفراغ اللي بقى ليا الفوق. تنحاول نديرها لصقه نيشان على داك الزبده. هذا هو الزعتر اللي كنت طيبت فيه البارح، يعني انا كنهضر لكم على اليوم وداك الزعتر كان طاب البارح، فحتى هو كنصفيه من الماء مزيان مزيان. فغير في ديك الصفايه تيبقى كيتسخطر على خاطرو، وكنديرو من الفوق حتى هذا كيساعد ان السمن يجينا ناجح وتجي فيه واحد الريحه زوينه بزاف. صافي بهذا الشكل هذا، وتنجمع عليه داك الثوب بهاد الطريقه هذه. تنوركش بزاف، صافي تنجمعو بحال هكا. وغادي ندير البلاستيك بهذا الشكل هذا. شوفوا القرعه كتسد مزيان، وانا غادي ندير ليها البلاستيك عاد غادي نسدها بهذا الشكل هكا، ونعاود ندير ليها تاني البلاستيك من الفوق. المهم هاد القرعه مسكينه كتغطى وكتزير بحال هكايا باش ما كيخسرش لينا من بعد. ومن بعد ضروري كنغطيوها بشي طريف ديال الثوب او لا ديروا بحالي هكا الالومنيوم. هنا غادي نحطها في واحد البلاكار مطرف حدا الحامض المصير اللي وجدت هو معاكم، وكنخليوها اش غنقول لكم حسبوا شهرين الفوق. عاد الا بغيتو السمن ديالكم يكون واجد على حقو طريقه، هذا راه مده وهو عندي، راه كيف قلت لكم بقى لي غير هاد شويه. داكشي علاش قلت غادي نوجد تاني واحد الكميه اخرى لانه ضروري كنحتاجوها ان شاء الله. الا تفكرت منين يوجد غندير معكم واحد الفيديو قصير ونتقاسم معكم الشكل ديالو كيفاش ولا من بعد ما وجد. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش لايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. بسلامه عليكم ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.